قناة الصعيد، قناة مصر السابعة. وإن شاء الله المنيا بخير والصعيد بخير ومصر بخير وسلام. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ولقاء يتجدد معكم دايما على خير وحلقة جديدة من برنامج عروس الصعيد. زي ما وعدناكم في الحلقة السابقة في استكمال هذه الاحتفالية الكبيرة لحفظ القرآن الكريم بمدينة المنيا الجديدة. تابعونا في هذه الحلقة وبرنامج عروس الصعيد. بعيدة
اهلا بكم معنا بعد هذا الفاصل. بسم الله ما شاء الله عدد يعني كبير جدا من الاطفال من حفظة القرآن الكريم، واحنا سعداء في وجودنا النهارده بعروس الصعيد وصل هذا الاطفال الصغيرين. تحية كبيرة جدا للصغيرين والكبار وكل المساهمين داخل هذا اليوم. نفسي كنت ان انا اخد كل الاولاد اللي طلعوا النهارده وكل المكرمين، ما يقرب من 250 تقريبا مكرم من حفظة القرآن الكريم، لكن هنحاول ناخد مجموعة من الاولاد. اسمك ايه يا حبيبتي؟ جويرية محمد محسن. وانت اسمك ايه؟ نهلة خلف حسين الشاهر. وانت اسمك ايه؟ جوري أحمد أبو صباح. وانت اسمك؟ ندى خلف حسين الشاهر. وانت اسمك ايه؟ براء عبد الله نصر. تمام ما شاء الله. انت عندك كام سنة؟ 5 سنين. 5 سنين. مين اللي بيحفظك بقى؟ ماما. ماما. والتحقت بالمدرسة القرآن من امتى؟ من زمان. من زمان. حافظة قد ايه بقى؟ لحد سورة التكوير. تمام ما شاء الله. وانت يا حبيبتي؟ أنا عندي 7 سنين، والشيخة اللي بتدي اسمها الشيخة منار. ايوه. وأنا بحفظ القرآن من شوف منار بقى حفظتك ايه بقى؟ حفظتني صور كتير، وأنا في سورة دلوقتي الحاقة. تمام ما شاء الله. ولما بتروحي في البيت بابا وماما بتكمل معاكي في البيت؟ أيوه. طيب تمام. مبسوطة النهارده في الحفلة؟ أيوه جدا. جدا. اه. تمام. انت حبيبتي اسمك ايه؟ اسمي جويرية محمد محسن. عندك كام سنة؟ 8 سنين. التحقت بالمدرسة من امتى؟ أدري كتير. بقالي كتير. مين اللي بيحفظك بقى؟ الشيخة ياسمين. وصلت دلوقتي لحد سورة التغابن. أنا في التغابن. طيب تمام. لما تروح في البيت بيكملوا معاكي؟ لا، احنا بنعيدها كذا مرة في الفصل. لما اروح البيت بعيد مع ماما كتير. لا، بحفظ لوحدي انا واختي. خلاص ماشي. اسمك ايه يا حبيبتي انت؟ ندى خلف حسين الشاهر. ندى. انت سنة كام يا ندى؟ تانية. مبسوطة النهارده؟ مبسوطة جامد. يعني تعبتوا انتوا طول السنة وحفظتوا، والنهارده بقى حفلة عشان يعني يفرحوكم بقى بالهدايا الجميلة دي. جميلة جدا. هتحط فين بقى الهدية الجميلة دي؟ هتحطيها فين بقى؟ حطها في اوضتي. جنبيكي على طول؟ مين بقى الشيخة اللي كانت بتحفظك؟ الشيخة مروة. حفظتك؟ حفظتني جدا وبشكرها. بتشكريها كمان؟ جميل. طب ولما بتروحي في البيت ماما بتكمل معاكي؟ ايوه. وهتكملي برضو ان شاء الله بعد الحفلة تكملي هنا؟ طبعا هكمل ان شاء الله. نفسك تطلعي لما تكبري؟ نفسي اطلع دكتورة. تمام. طب وانت نفسك تطلعي صغيرة؟ ضابط. ضابط. طيب ماشي. وانتي؟ ضابط. وانتي؟ دكتورة. اسمك ايه يا حبيبتي؟ براء عبد الله. تعالي لي يا براء هنا في النص بقى. تعالي. عندك كام سنة يا براء؟ 9 سنين. مبسوطة النهارده؟ طبعا. مش انت اللي كنت بتقولي النهارده بصوتك الجميل الادعية والابتهالات الجميلة دي؟ انت مش كده؟ صح. مين اللي خلاك علمك الاول انك تحفظي الابتهالات ديت؟ انا كنت في الاول يعني بحفظ حاجات قليله، وبدات ان انا افخم اكتر عشان ابقى كويسه اكتر. تمام. حافظه قد ايه بقى ما شاء الله؟ يعني برضو مش كتير، بس يعني شويه. مين الشيخه اللي بتدربك؟ الشيخه ايمان. تمام. وفي البيت مين بقى بيساعدك وبيدربك في البيت؟ ماما اكيد. مين اكتر واحد بيشجعك؟ ماما وبابا. ومين اكتر واحد تعب معاكي اللي كان بيجيبك ويوديكي بقى كل يوم وكل درس هنا؟ ماما. ماما. تمام. هتسمعينا ايه بقى؟ ان شاء الله اسمعكم المسكفاح. واصدقائك دول حافظين معاكي؟ مش عارف. طيب يلا نقول. طيب يلا مع بعض. بسم الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لي من وجدي وحالي الله الله، وأقول لي مين النبي غالي الله الله. أشكي لي من وجدي وحالي الله الله، وأقول لي مين النبي غالي. مين اللي غير أحوالي غير الغرام في رسول الله. مسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. يا صاحب القبة الخضراء الله
لكل محب منى. سقفوا لها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكرا. جميل جميل جميل. شايفه التسقيف الناس سقفت ازاي؟ شكرا. فاصل قصير والقاكم بعد هذا الفاصل. اتفضلوا بقى يا حبايبي. اهلا بكم معانا بعد هذا الفاصل. بنستكمل مع حضراتكم مع الاطفال الصغيرين النهارده، واعداد يعني بسم الله اعداد كبيره جدا من الاولاد اللي دائما يعني الاباء بيساعدوهم في البيت، الاباء والامهات، وطبعا بفضل المدرسات والمشايخ اللي بيبقوا موجودين داخل المدارس اللي يعني بيستكملوا معاهم هذه المهمه. اسمك ايه يا حبيبتي؟ هدى شعبان. وانت اسمك ايه؟ ندى شعبان. وانت اسمك ايه؟ الفايدة. وانت؟ جنة. وانت؟ ماجد. انت عندك 6 سنين صح؟ لا 5 سنين. 5 سنين. طيب ما شاء الله. وانت حبيبي؟ عبد الله. أدهم. وانت؟ سلمى. وانت حبيبي صغير؟ عمر. عمر حبيبي عمر. حلا. حد ما تعرفش عليه تاني؟ وانت حبيبتي اسمك ايه؟ منار. منار. وانت أنا تعالي. عايزة أقول أنشودة. عايزه تقولي انشوده؟ طيب قولي ماشي يلا. صلوا على محمد، صلوا على خير البشر، طوفوا على بيوته لتعرفوا أنك الأسر. زوجاته 11 ثماره هو اشتهر، خديجة فسودة وحفصة بنت عمر، عائشة فرملة ميمونة صفية، وهند أما التالية زوجته جويرية، بنت خزيمة زينب، وبنت جحش زينب. أولاده فسبعة منهم بنات 4، فزينب في الأولين وأم كلثوم تلي، رقية وبعدها فاطمة ختامها، يبقى ذكوره وهن القاسم أولهم، وعبد الله الطاهر وإبراهيم أذكروا، صلوا عليه سلموا ونزلوا واحترموا. الله. سقفوا لها يا بنات، سقفوا لها يا أولاد. جميل. مين حفظك بقى؟ أختي. حفظت؟ وقلتي قبل كده قدام حد ولا أول مرة النهاردة؟ لا أنا بحضر. طيب. لا. تمام. اللي بيبقى شاطر، اللي بيبقى بيحفظ قرآن بيبقى شاطر فين؟ في المدرسة. كده وبيطلع من الأوائل. صح مش كده ولا إيه؟ انبسطت النهاردة؟ عبد الله ولا مين اسمك إيه قلت لي؟ مازن. مازن. انبسطت النهاردة يا مازن؟ هتكمل في المدرسة إن شاء الله مش كده؟ ومبسوط النهاردة. وأنت يا حبيبتي؟ اسمك إيه؟ جنة. أنت في سنة كام أنت؟ عندي 6 سنين في كي جي 2. كي جي 2. ولما بتروحي بقى المدرسة عارفينك انك تبقى حافظة قرآن ما شاء الله مش كده؟ أيوه. وفي المدرسة بيساعدوكي على كده؟ أيوه. تمام يا حبيبتي تمام. وانت يا حبيبتي؟ سنة كام؟ أنا في 5. حافظة قد ايه؟ في سورة الشورى. تمام ما شاء الله. مين الشيخ اللي بتحفظك؟ شيخ فاطمة. تمام. يا ولاد انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم النهارده. وانت اسمك ايه يا حبيبي؟ أدهم. عندك كام سنة؟ 11 سنة ما شاء الله. أنا مبسوط النهارده أنا موجود معاكم. كل سنة وأنتم طيبين، ودايما إن شاء الله يعني المدرسة تبقى مجمعاكم ومجمعة كل زمايلكم، ونتمنى الاستمرارية إنكم تستمروا إن شاء الله بإذن الله. فاصل قصير وألقاكم بعد هذا الفاصل.
اهلا بكم معانا بعد هذا الفاصل. يعني مجهود كبير النهارده يعني بذل من اجل خروج هذه الاحتفاليه بهذا الشكل المشرف والشكل اللائق. يسعدنا ان يكون معانا الشيخ علي والاستاذ جمال. اهلا بحضرتك الشيخ علي. اهلا بحضرتك. الله يخليك. الله يخليك. حضرتك هنا في المنيا الجديد. استاذ جمال طبعا يعني في غنى عن التعريف. الله يبارك حضرتك فيك. يعني الله بسم الله ما يكرمك. شاء الله يعني الله اعمال يكرمك. كتيره جدا في المدينه. الله يكرمك، الله يكرمك، كله من فضل الله والله. الحمد لله. الله يكرمك ان شاء الله. النهارده يعني احنا فرحنا جدا بالعدد الكبير الموجود يا شيخ علي، وكل سنه انتوا بتعملوا السنه اللي بعدها يعني احسن واجمل. اعداد كبيره كانت موجوده، الاباء والامهات مبسوطين، الاولاد مبسوطين. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ودور مجلس إدارة برئاسة أستاذنا الأستاذ جمال عبد العال رئيس مجلس إدارة، وفضيلة الدكتور صلاح رجب. لا كان له منه داخل الحاج محمود صباح، وحاليا مش موجود النهارده لظروف شخصية، وبعض الأعضاء الآخرين هم اللي بيقوموا بدور مساندة. بالإضافة طبعا لا ننكر جهد الجهاز الإداري القائم على عملية خدمة القرآن، والنظام العام اللي ماشي عليه ومؤسس به لائحة مدارس القرآن الكريم. بقالك كام سنه في المجال ده؟ من 2011 حضرتك، من 2011 الحمد لله رب العالمين يعني، ومشينا على هذا الدور واخد بال حضرتك، والحمد لله، والدليل على كده ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى الجمعيه لا تهدف الى الربح بقدر ما هي بتهدف الى نشر الوعي القراني، والاكثر كمان هي التادب باداب القران، انعكاس ده على سلوك الدارس القران الكريم. طبعا. استاذ جمال انت بقالك كام سنه حضرتك في هذا العمل العام والعمل الخدمي؟ انا في العمل العام حوالي 28 سنة، وفي العمل الخدمي حوالي 7-8 سنين الحمد لله يعني. الجميل في حضرتك انك دايما مش ظاهر في الصورة، ودايما بتخلي الفضل للآخرين، فيعني دورنا ان احنا حضرتك تبقى موجود معانا النهاردة، ويعني والثواب الكبير اللي حضرتك بتسابه طوال السنين اللي فاتت، بتركب كل الشكر والتقدير. الله يبارك فيك. احنا والله دايما الواحد يعني بنحب نشتغل كده في خفا، وده الافضل يعني. ما بنحبش الظهور، وبنحب نكون دايما من ورا يعني. حتى في بداية تأسيس جمعية من حوالي 11 سنة كان الدكتور صلاح عايزني عضو معاه، قلت له لا، شوف الافضل مني وخليني انا من ورا، اخدم من ورا كده في النهارده كان في كام يعني تكريم كام من حفظة القرآن من الشباب دول؟ تقريبا حوالي 310. مش كده برضه؟ مش كده؟ حوالي 310 من فضل الله علينا يعني، وكل سنة بتزيد من فضل الله، ودي السنة ال15 تكريم للجمعية. بس السنة دي أكثر عددا، والمكان يعني ما شاء الله يعني. هي الجمعية الحمد لله محترمة وسمعتها كويسة، والناس بتثق فيها وفي الناس اللي قايمين عليها، فده من فضل الله علينا ان احنا شغالين كويس وشغالين بفضل الله يعني. الحمد لله. والاباء والامهات اعتقد في مساعده كبيره جدا لوجود اولادهم هنا داخل المدرسه ومن اجل حفظ القران الكريم. هو حضرتك بفضل الاسس اللي ماشي عليها مدرسه القران الكريم، واللي هي اصلا هي الثقل او العمل اساسا اللي هو ان اضافه حضرتك زي ما بقول لحضرتك، هو اضافه الى تحفيظ القران الكريم، هو محاوله ان بدي الطفل جرعه من السلوكيات العمليه نفسه. هو بيعرف يعني ازاي يبقى منظم، ازاي يبقى النظافه، مبدا النظافه من الايمان، تعلمهم سلوكيات كمان يا فندم. حضرتك السلوكيات والانضباط والالتزام والامانه، كل المبادئ اللي بيحث عليها الدين الاسلامي، اضافه لحضرتك برضو الجانب معامله الدين المعامله، ده اهم شيء، بحيث الانسان او هذا الطفل ازاي ازرع فيه ازاي يتعامل مع اي شخص كائن من كان. لازم حضرتك بعنوان الاسوه الحسنه او القدوه الحسنه او الاداب الحسنه، او حضرتك الاخلاق الحسنه دي تاج لابد ان الطفل يتعلمه ازاي يكون على سلوك حسن داخل المجتمع نفسه، وحضرتك ودي اصلا مبدا هام من اداب اللي هو تدريس القران الكريم. أنا النهارده كان في سؤال، كان قسم مشترك يا أستاذ جمال. الأولاد سألتهم هل يعني التزامك هنا داخل هذه المدرسة بتعوق عن الدراسة؟ بالعكس ده بتزيدني أكتر، بل إحنا من الطلبة المتفوقين.
اولياء الامور برضو السؤال برضو اللي كان موجه ليهم كان برضو هذا السؤال متعلق برضو بهذه الجزئيه، ان اولادنا سلوكياتهم اتغيرت من ساعه ما بقوا داخل المدرسه. اكيد طبعا الحمد لله، واحنا بنحاول نوفق ما بين الدراسه وما بين حفظ القران، يعني على قدر المستطاع ان احنا ما نعطلهمش عن دراستهم ويزدادوا محبه في حفظ كتاب الله يعني. يعني النهارده الناس كلها طالعه مبسوطه، عدد كبير جدا كان موجود، كان في منصه اكتر من رائعه. يعني ربنا يكون في عونكم السنه الجايه، هنعمل ايه علشان يعني نقدر نعمل حاجه احلى من السنه دي؟ ان شاء الله احنا بنطور كل سنه عن اللي فاتت يعني من فضل الله ان شاء الله. فربنا يقدرنا ونعمل الافضل والافضل، ان احنا بنزود في الادوات بتاعتنا، بنحسن منها، بنحاول نعمل اي حاجه كويسه للناس تحس بيها وتكون واصله لها بصوره كويسه يعني. الرساله اللي بتوجهها اخيرا لكل اب وام حضرتك يا شيخ علي بتقول له ايه؟ طبعا الرسالة بقول لحضرتك إن يكون هو عنصر مشجع على إن الطفل أو الابن يستمر في حفظ القرآن ولا تعوق الدراسة مهما كانت، أيا كان عمره الزمني أو عمره التعليمي، إن هو يعوق أبدا عن حفظ القرآن، فليستمر ولا ينقطع إطلاقا، بل بالعكس إن القرآن نفسه بيثقل موهبة الطفل في إنه يتعلم اللغة السليمة، التعبير الجميل، السلوك الحسن. فالقرآن يربي النفس الإنسانية على إن هو يكون عنده طموح وعنده علو همة وحضرتك، وبالتالي هذا عنده عنصر مهم جدا إلى التفوق المنشود اللي بينشده الأولاد في مراحل التعليم المختلفة، فلا يعوق إطلاقا على هذا الموضوع. تمام. استاذ جمال، الرساله اللي بتوجهها النهارده لكل اب وام؟ الرساله اللي بوجهها لكل اب وام: علموا اولادكم محبه الله وسيدنا رسول الله. ده اهم رساله بحب اوجهها النهارده. كل الرساله هي الرساله كلها. دي رساله مصر عليها ان شاء الله يعني. استاذ جمال، انا بشكر حضرتك. حاج علي، انا بشكر حضرتك، واحنا اتشرفنا في وجودنا النهارده في حفل تكريم يعني اوائل مدارس القران وحفظه القران الكريم، ويا رب يجازيكم خير على الخير اللي انتم بتعملوه والصدقه الجاريه اللي بتتبني من البذور من تحت، فربنا يجازيكم خير على كل حاجه حلوه بتعملوها. ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا، واحنا ان شاء الله نسعد بكم دايما ان شاء الله. ربنا يفيكم، جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك وسعدنا بيكم وشرفتونا، ونتمنى ان شاء الله تكون اللقاءات اكتر واكتر في اكتر من مهرجان جميل زي كده ان شاء الله باذن الله. هنطلع الفاصل قصير والقاكم بعد هذا الفاصل. اهلا بكم معانا بعد هذا الفاصل، متواصلين مع حضراتكم مع الشباب والشابات، يعني بسم الله ما شاء الله شباب زي الورد من حفظة القرآن الكريم اليوم. اتعرف بيك يا حبيبتي؟ اسمي رؤى عمرو عباس. اهلا يا رؤى. كم سنة؟ انا في داخله تانية اعدادي، يعني اولى ثانية اعدادي. اعدادي. اللي حافظة قد ايه؟ انا حافظه 7 اجزاء. ما شاء الله عليكي. مين اللي بيحفظك؟ الشيخه اسماء علي. وفي البيت؟ ماما دايما معايا يعني. تمام. وانت اسمك ايه يا حبيبتي؟ نور. عندك كم سنة؟ 9. بقالك قد ايه في المدرسة هنا؟ 2 سنتين. جميل. انت بقى كنت مقدمة الحفل النهارده، مظبوط؟ صح. طلعت قبل كده على المسرح ولا أول مرة تطلعي في احتفالية زي كده؟ لا، بطلع بس في المدرسه. في المدرسة. أول مرة النهارده قدام الناس بقى، قدام عدد كبير.
بس يعني ما شاء الله عليكي ما كنتيش يعني مهابه الموقف، وكنتي لا منطلقه وانت بتقري وما كانش همك حاجه خالص، مظبوط؟ صح. نفسك تبقى ايه لما تكبري؟ دكتورة. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. التزامك داخل المدرسه هنا هل كان بيعوقك مثلا عن الدراسه ولا لا، كان لا، لا. بالاضافه ليكي؟ لا طبعا ده كان اضافه، ده قران يعني طبعاً. فكان طبعا اضافه مش اضافه ابدا، ويعني كنت بكون مبسوطه. وطبعا اكيد في اللغه العربيه مثلا في المدرسه متفوقه ما شاء الله، وعلشان يعني طبعا انت حافظه قران كريم ما شاء الله عليك. اي الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ها؟ وانت بقى مين جاي معاكي النهارده؟ خالتي. والاحتفاليه عجبتك؟ اليوم عجبك النهارده؟ اتمنى نتكرر تاني؟ مم. وهتيجي في المدرسه على طول بقى ان شاء الله، مش كده؟ تمام. اتعلمتي امتى بقى وابتديتي حفظت الكلام وهتعملي ايه والحاجات دي كلها هنا على المسرح، ولا كنتوا في تدريبات قبل كده؟ لا، تدريبات قبل كده. قبل كده. واتخضيت من العدد الكبير الناس اللي حضرت دي، محدش كان يتخيل ان في عدد زي كده. هو العدد كبير بس يعني الحمد لله. اه واتقضت على خير الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. نفسك تبقى إيه لما تكبري؟ دكتورة. ان شاء الله. وانت؟ دكتورة. وانت يا حبيبتي؟ دكتوره برضو. ان شاء الله زي كلكم يعني. ان شاء الله. بتقولي لمين النهارده، بابا ولا ماما؟ مين حضر معاكي النهارده؟ بابا وماما حاضرين معاكي؟ موجودين هنا اهو. كلهم موجودين. وكمان جده كان موجود وخالته. كلهم كانوا موجودين النهارده. أيوة. يحتفلوا بيكي طبعا النهارده. وكان يوم جميل، يوم عجبك؟ والله كان يوم جميل جدا. الحمد لله رب العالمين. يا رب دايما ان شاء الله، ويديم عليكم دايما حفظ القرآن الكريم، ويديم عليكم الخير دايما ان شاء الله. هنطلع لفاصل والقاكم بعد هذا الفاصل. بكده وصلنا مع حضراتكم لختام حلقة النهاردة مع حافظة القرآن الكريم في مدينة المنيا الجديدة. ربنا يجازي خير كل الناس اللي عملت الخير النهاردة، واللي كان عندها جبر خواطر كبير لهؤلاء الأطفال الصغيرين اللي كانوا في قمة سعادتهم وهم بيتكرموا النهاردة في عدد كبير جدا كان موجود داخل مدينة المنيا الجديدة. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى الملتقى إن شاء الله في حلقة جاية من برنامج عروس الصعيد. شكرا وإلى اللقاء. وإن شاء الله المنيا بخير والصعيد بخير ومصر بخير وسلام.